السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع وصفات الأم بنات للطبخ إن شاء الله. في هذا الفيديو نحاول نحضروا معسلة من المعسلات السهلة والبسيطة اللي هي الزلابية، بطريقة سهلة وبمقادير سهلة بسيطة جدا، لا في التحضير ولا في المكونات ديالها. يعني كتجي رائعة وفي نفس الوقت يعني كتجي مقرمشة. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الوقت وما عندهمش الشباكية ممكن يحضروها. غنحتاجو لها 3 كيسان ديال الدقيق، 3 معالق كبار ديال السميدة، 2 معالق كبار ديال القرفة، وواحد القبيصة ديال الملح. نحاول نخلطوا المكونات مزيان حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. يعني كناخذ واحد الكسرون كنوضعوا فيها 3 الكيسان ديال الماء، معاهم 2 معالق كبار ديال الزيت، و2 معالق كبار ديال العسل. يعني كنوضعوا هاد الكسرون فوق النار حتى تغلى. يعني فقط يعني غير تغلى كنطفيو النار ونبداو نضيفو عليها في الدقيق ونخلطو مزيان. يعني نحاول نضيف الدقيق كامل ونخلط مزيان يعني حتى تجمع العجين. يعني هاد المعسلات يعني جد سهله وبسيطه، يعني ممكن اي واحد يحضرها يعني وناجحه يعني. نعم كما تلاحظتوا يعني هذا هو القوام ديال العجين ديالنا. تلاحظتوا كتجي رطبه. يعني كناخذ واحد الجيب حلواني وكنحاول انني نفرغ فيه العجين. يعني اللي ما متوفرش عنده هذا الجيب ممكن يدير داك البوق فقط. يعني اللي متوفر عندكم تخدموا به. نعم كنحاول نشكلوا الزلابية بهذا الشكل. ممكن ديروها على شكل دائري يعني اللي بغيتو. يعني بعد ما كنكملوا الكميه كنخليها واحد 20 دقيقه حتى تنشف مزيان العجين ديالنا، وكنسخنوا الزيت وكنبداو نقليو فيها بهذا الشكل. غير كملاحظه يعني ما نحاولوش اننا نبقاو نحركوا فيها لانها كتفتح من الوسط. نخليوها طيب على نار اللي تكون متوسطه يعني حتى تحمر من التحت، عاد نقلبوها كما كتلاحظوا. يعني بعد ما ولا هذا اللون الذهبي يعني كنحاول اننا نخرجوها ونوضعوها في العسل يكون بارد. يعني من المعسلات اللي سهله وبسيطه، يعني ما كتاخذش وقت كتير، وفي نفس الوقت يعني مكوناتها يعني جد بسيطه، كذلك سهله في التحضير. فنتمنى على انها تعجبكم، وتشتركوا في القناه اذا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو.
بعد ما يعني تشربات العسل يعني كنحاولوا اننا نصفيها باش يتسقطر منها العسل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الزلابيه، يعني سهله وفي نفس الوقت كتعطينا كميه اللي هي كبيره. فقط كما لاحظتوا ب3 كيسان ديال الدقيق، يعني كتجي رائعه جدا. وكذلك سهله في التحضير، يعني لاحظوا كيفاش كتجي من الداخل. فنتمنى على الله انكم تجربوها وتردوا عنا الخبر. مع السلامه، في امان الله وحفظه.